السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا النهاردة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل طاجن السمك بالخضار في الفرن. نبدأ على بركة الله ونشوف هنعمله ازاي. عندي سمكية نضفتها من القشر ونضفت بطنها وغسلتها كويس وسبتها تتصفى. عندي الخضار اللي استخدمته توم وفلفل، ودول شوية من الكزبرة والشبت كانوا في التلاجة في الفريزر وطلعتهم. عندي كمان شوية من الجزر المبشور وزيت زيتون وعصير ليمون. دي كل مكونات الوصفة. نبدأ على بركة الله. هنفرم الثوم والفلفل وهبتدي أخلط المكونات على بعض. الجزر المبشور مع الثوم والفلفل، التوابل اللي استخدمتها عبارة عن معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة وشوية من الفلفل الأسود، رشة خفيفة. هقلب التوابل مع الخضار. هضيف بعد كده الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. هضيف شوية من زيت الزيتون وشوية من عصير الليمون وأقلب كله مع بعضه. كده الحشوة بقت جاهزة. هجيب السمكة، هعمل فيها فتحات بالسكينة. هبتدي أحشي السمكة بالتتبيلة اللي احنا جهزناها. هحشيها كويس قوي من جوه، وهبتدي احط بين الفتحات اللي احنا عملناها شوية من التتبيلة دي. عايزة طعم السمكة تبقى كلها شاربة من التتبيلة. كده خلاص السمكة بقت جاهزة. عندي الخضار اللي انا جهزته عبارة عن طماطم شيري، بتنجان، بطاطس، وجزر. هفضي شوية من التتبيلة على الخضار عشان ياخد نفس طعم التتبيلة وأقلبهم معاه. طبعا الشوكة مش هتنفع، هقلب بإيدي لأن عاوزة الخضار يتقلب كويس قوي في التتبيلة. بقى التتبيلة اللي فاضت معانا هتبل بيها سمك مشوي. بعد كده هحط السمك على وش الخضار. أنا محطتش مية ولا أي إضافات خالص. هضيف شوية من الزيت على وش السمكة والخضار، وبعد كده هغطيها بألمونيوم فولي. أنا مولعة الفرن على درجة حرارة 200 وسايباه يسخن. كده جهزناها. هدخلها الفرن، ما بتاخدش وقت كتير، ساعة بالكتير وبتكون استوت وزي الفل. هخرجها من الفرن وابتدي ادهنها بالصوص اللي طلع من الخضار ومن السمكة. وارجعها الفرن تاني تحت الشواية علشان تاخد لون. وبتخرج معانا بالشكل ده. سهلة جدا وبسيطة وريحتها حلوة وطعمها حلو. هنغرفها في طبق التقديم وهنزين الطبق بشرايح الليمون. الخضار مستوي والسمكة مستوية. البتنجان طعمه تحفة في الوصفة دي. أتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتات. وده السمك المشوي اللي احنا عملناه. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.